اني اول ما داومت بدياله، فبدينا نحرر بالمناطق من دياله لما وصلنا لسليمان بيك، ورجعنا الدور على سد العظيم، حررنا سد العظيم، الدور طلعنا على تكريت لما وصلنا الجبال حمرين منطقه الفتحه. هذا ابني من راح، انا دفعته قلت له عد قاع راح ابيعها وانتم تلتحقون بالحشد انت واخوانك. فابراهيم هبريح رجل شجاع يعني، ومش اولها بدياله شارك وبحقول العلاس شارك، احنا كل العراقيين نفتخر بهذا الشيء، هذا سواه ابراهيم. هذول دائما يهجمون علينا، احنا لازم نساتر، فيضربون بينا دائما يعني يكتلون من جماعتنا، فاحنا من كتلوا من جماعتنا بيهم، كتلوا من جماعتنا وكتلوا قائد عندنا، فانا ضجت كلش. اتفقنا انا وصاحبي هذا اللي هو ماجد البدوي من اهل الرميثه نطبلهم ولازم نقتل من عندهم قلنا. فالقائد مالتنا اول بدايه ما قبل، قال انا خاف عليكم ابني واني يعني انتم اعزاز عندي وهاي، فاحنا قلنا له احنا نتحمل المسؤوليه، احنا الى متنا يعني استشهدنا، احنا فداء للوطن وفداء للمرجعيه. بينا من 12 الظهر تقريبا لل5 العصر احنا بس نسحب في الجبال، فهاي ركبنا منها قامت فتأذينا كلش دينا. لما وصلنا مسافة كيلو هي للنقطة مالتهم هاي قلت لك اللي كانوا بيها متجمعين لابدين من الطيارة، كانت الطيارة تفتر فهم لابدين معدها ما متوقعين واحد يطب لهم. فمن وصلنا للنقطة مالتهم التفينا عليهم انا وصاحبي هذا، فاحنا ماخذين رمان ويانا وعندنا كل من سلاحه، فمن التفينا عليهم شمرنا عليهم رمان وقتلناهم كلهم من 13 واحد كانوا موجودين. فنادوا جماعتهم عليهم اللي هو هذا القائد مالتهم يسمونه ابو حارث، نادوا عليه ابو حارث شنو هذا الرمي اللي يمك؟ فما رد عليهم، كان هو مصوب ويتقلب. ورجعنا واخذنا سلاحهم وجبنا الجثه مالت هذا القائد مالتهم اللي يسمونه ابو حارث، ورجعنا لجماعتنا همين زحف لما وصلنا قريب عليهم يعني مسافه 300 متر و400 متر، قمنا الدور وركضنا على جماعتنا.